النهارده بقى هقول لكم على طريقتي في عمل القرنبيط، ازاي يطلع معاكم مقرمش من بره ولونه ذهبي كده ومستوي مظبوط من جوه. طريقته سهله وبسيطه جدا. اللي مش بيحب القرنبيط او ما جربوش قبل كده اعملوه بطريقتي وان شاء الله هيعجبكم. وانتوا بتحمروه كمان هتحسوا ان انتوا بتقلوا حاجه كريسبي كده، ريحتها وطعمها بتبقى حلوة جدا علشان هنعمل لها تتبيلة حلوة قوي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. اول حاجه بجيب قرنبيطه كبيره بفصصها وردات. طريقه بقى خلي القرنبيط وطريقه تخليل القرنبيط عشان القرنبيط بيتخلل وبيبقى حلو جدا. هينزل لكم الفيديو بعد الفيديو ده مباشره ان شاء الله. اهم حاجه ان انا اشيل بس الحاجات الزياده اللي هي العروق دي عشان بيبقى طعمها مش حلو. ونقطع القرنبيط وردات صغيره، يستحسن يكون قد بعض علشان في التسويه يبقوا كلهم مستويين. يعني التقطيعة دي حلوة جدا ومناسبة قوي علشان كمان في الاخر يطلع معاكم مقرمش وشارب من التتبيلة كويس قوي. هسلق بقى القرنبيط. اول حاجة هجيب حلة كبيرة وتكون واسعة، وهنزل فيها كل وردات القرنبيط او قطع القرنبيط اللي معايا. انا استخدمت بس نص القرنبيط، عملت نصها سلقته وهحمره معاكم زي ما انتم شايفين، واخدت شوية منها هعملها مخلل. فالتقطيعه اللي انا بنزلها قدامكم دي مناسبه جدا زي ما قلت لكم علشان يطلع معاكم مقرمش وحلو في الاخر. هنضيف كمان نص معلقه صغيره من الكمون، وهي دي الاضافه الوحيده اللي انا بضيفها. مش بضيف ملح لان التتبيله كده كده بيكون فيها ملح. هعد بقى 4 دقايق بعد الغليان بالظبط، وهبتدي اشيل القرنبيط. ويستحسن ان انا اشيله في مصفى، وان انا انزل عليه ميه ساقعه علشان يوقف عمليه التسويه. والخطوه دي مهمه جدا. القرنبيط يا جماعه ما بياخدش وقت في التسويه خالص اثناء مرحله السلق، لانه بيكمل التسويه بتاعته بعد كده اثناء التحمير. هنجهز بقى التتبيله. بعد كده معايا كوبايه من الدقيق المنخول، عليهم معلقتين كبار مليانين من النشا، عليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، والتوابل بتاعتنا بقى معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الكمون والفلفل الاسود والكركم، ومعلقه صغيره من الثوم، ومكعب من المرقه. تقدروا تستخدموا مرقة خضار، مرقة دجاج. انا بصراحة استخدمت مرقة الدجاج بتديله طعم حلو جدا. هضيف بعد كده بيضتين، وهضيف كوباية من الحليب، وبعد كده هضيف ربع كوباية من الخضرة. دي عبارة عن شبت وبقدونس، وتقدروا تستخدموا شبت وكزبرة اللي تحبوه، يعني الاتنين حلوين جدا. بالمضرب بقى السلك العادي هبتدي اقلب كده. لو حسيت ان الخليط تقيل او القوام معانا تقيل شوية، بضيف شوية من اللبن. القوام بيكون لا خفيف قوي ولا تقيل قوي، بيكون وسط. انا هنا احتجت شوية من الحليب زي ما انتم شايفين، ضفت شوية صغيرين خالص وببتدي اقلب كده. واذا حسيت زي ما قلت لكم ان القوام تقيل، بضيف شوية لبن او شوية مية. وده بيكون كده قوام الخليط معانا زي ما انتم شايفين. ده القوام المظبوط. للكفر بقى، تتبيله الكفر معايا برضو كوبايه من الدقيق، هضيف عليهم معلقتين كبار من الفيجيتار العادي ومعلقتين كبار من الفيجيتار الحار. وتقدروا تستخدموا 4 معالق من الفيجيتار العادي بس. عليهم كمان معلقتين كبار من النشا، وعليهم نص معلقه صغيره من الكركم علشان يدينا بقى اللون الذهبي. ومش هضيف بقى اي توابل تانية علشان هعتمد على التوابل اللي بتبقى موجودة في الفيجيتار. هنا بقى معانا التتبيلة مع الكفر بتاع التغطية. هنزل بقى قطع من القرنبيط على الخليط بتاع البيض والحليب ده، وبالماسك كده هبتدي ان انا انزل قطعة القرنبيط كده في الدقيق، وهبتدي ان انا ابدر القطعة دي كويس جدا كأني ببدر كده قطع من الستريبس. هي في الاخر والله بيبقى طعمها حلو جدا. الناس اللي مش بتحب القرنبيط جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هيعجبكم قوي. بس اهم حاجة اول ما بنزل بقطعة كده على التتبيلة وبعد كده باخدها على الدقيق، هاخدها من مرحلة الدقيق دي هنفضها طبعا كويس قوي من الدقيق اللي عليها، وبعد كده هنزل بالقطعة دي في الزيت مباشرة. مش هينفع اركنها خالص، لان لو ركنتها هتبتدي تنزل التتبيلة تاني وهتبقى مش الطف حاجة. فالمفروض ان انا اخد القطعة كده من الخلطة بتاعت التتبيلة على الكفر بتاع الدقيق ده كويس قوي، ونتأكد كويس جدا ان احنا غلفناها كويس قوي من الدقيق، وبعد كده هشيلها على الزيت على طول.
طبعا الزيت بيكون سخن في الاول، واول ما بنزل بقى بقطع القرنبيط كلها بهدي النار وبسيبها تستوي على مهلها. القرنبيط لازم يستوي صح علشان يطلع معاكم طعمه حلو في الاخر. فهنبتدي كده اول ما يوصل لمرحلة التحمير الحلوة دي هنبتدي بقى نشيله بالمصفى دي، وهنسيبه بقى هصفيه في مصفى. انا ما بحطوش على مناديل علشان لما بحطه على مناديل بيرجع يطرى معايا، انا عايزاه مقرمش. فهشيله كده من الزيت، هصفيه من الزيت كويس جدا، وبعد كده هحطه على مصفى لحين التقديم. والخطوة دي بتخلي معانا زي ما انتم شايفين كده كأننا والله عاملين قطعة من الفراخ، مش قرنبيط خالص. وطعمها كمان بيكون حلو جدا، واضافة مرقة الدجاج دي للخلطة بتديله طعم حلو قوي. مبحبش القرنبيط يا جماعة والله، لما يجربوا بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبهم جدا. بطلعه على مصفى زي ما قلت لكم اهو، مش على مناديل مطبخ خالص. وبخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة، من الخلطة على الدقيق، على الخلطة بتاعت الدقيق. وبعد كده بننزل بالقرنبيط في الزيت على طول، زي ما قلت لكم بيكون سخن في الاول. بعد كده بنهدي النار على وسط علشان بقى القرنبيط يكمل التسوية بتاعته. بالطريقة دي القرنبيط بيكون متحمر حلو زي ما انتم شايفين، ولازم يستوي كويس، وفي نفس الوقت ما بيشربش زيت خالص. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. طبعا بنقدمه بقى، تقدروا تعملوا جنبه شويه من المكرونه زي ما انتم شايفين كريسبي وحلو جدا. تقدروا تقدموه مع العيش. انا هنا بقى جبت طبق التقديم وضفت شويه من نفس الخضره اللي انا حطيتها مع خلطه القرنبيط، شويه كده من الشبت والبقدونس او شويه من البقدونس. ولما القرنبيط بقى بخلص الكميه كلها وبقدمه كده بقى بالشكل ده، وبرش كمان شوية من الخضرة. مش عايزة اقول لكم الحلو حلاوة والله العظيم يا جماعة. اللي مش بيحب القرنبيط يجربوا بالطريقة دي. زي ما انتوا سامعين كده مقرمش من بره جدا، والطري ومستوي حلو جدا من جوه، وشارب بقى من التتبيلة مع خلطة التتبيلة والبهارات. انا بصراحة بحبه جدا. جربوه بطريقتي وان شاء الله هيعجبكم قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وبسلام.